ويفوز اليوفنتوس في الدقائق الأخيرة أو في الدقيقة الأخيرة بهدف روجاني، هدف ولا أروع من تحت رجلين الحارس. الحمد لله، توفيق غير عادي لينا الحمد لله رب العالمين. وبمهارة في الجونين الأولانيين لفلاوفيتش، كان ماتش رائع منه. ولكن استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، كان ماتش مقرف للغاية، يعني في منتهى القرف أداء. ويعني حتى النتيجة سبحان الله، يعني البداية الأول تقدم في أول 3 دقايق من فلاوفيتش، عرضيه من مكاني يقتنصها فلاوفيتش في الجون، ونقول الحمد لله ربنا يعني بيطمنا ان احنا نبتدي نهدى ويعني نكسب باذن الله فوز مريح. ولكن سلمنا الماتش لفروزينوني السيء، يعني وبكرر ان هو كان سيء، لكن هذا الفروزينوني السيء تمكن من احراز هدفين، يعني يتعادل ويتقدم 2-1 باهداف يعني ما تجيش في تمرين، يعني اهداف في اقماع. لو هم بيتمرنوا على اقماع كانوا هيجيبوا جوان بنفس الطريقه دي. فللاسف 2-1 لفروزينوني، ولكن يتمكن برضه فلوفيتش بمعادله النتيجه في الشوط الاولاني 2-2، وينتهي الشوط الاولاني 2-2 السيء. يعني يعتبر 2-2 مجرد منفردا من فلاوفيتش، هو اداء فردي ومجهود فردي من فلاوفيتش، ولكن حق ربنا ما كانش فريق، ما كانش فيه اي يعني فرقه فكت. زي ما دايما بقول، نزلنا الشوط الثاني على نفس المنوال، لولا بس ان في اصابه لرابيو تم تغييره بالكرز، ابتدى يبقى فيه شويه تحرك وفي انكماش من فروزينوني السيء برضه. ولكن يعني كان الماتش ماشي 2-2 لحد ما في الاخر روجاني عرف يجيب جون، يعني بحس التهديفي لمهاجم من تحت رجلين الحارس، يعني نسرق ال3 بونت الحمد لله. وهو ما فيش حاجه نقولها غير مبروك ال3 بونت، لان يعني وحتى من غير مبروك يعني هم 3 بونت وبس، يعني ما كانش في اي استحقاق ولا اي طعم ولا اي نتيجه ولا اي حاجه. يمكن مش هنتكلم على اي تقييم ولا اي تكتيك ولا اي حاجه. طبعا الحاجه الوحيده اللي هنتكلم فيها ان كان الاعلام قاعد بيصور على 4-3-3، والكارز احتمال يبدا، وفي رباعي دفاعي أليجري بيجربه، والكارز عامل شغل في التمرين وبيجرب ثلاثي هجومي. وفي الاخر 3-5-2 المعتادة كما عهدناها، حتى من غير الكرز، يعني بالتشكيل المعتاد مش هعيده. هو اختلاف بس ان دانيلو مع الإصابة لعب بداله روجاني، ولكن هو نفس التشكيل مفيش غيره. ويالدس كان يعني خلاص، يا الولد خسرناه بعد ما كان خد ثقة في نفسه بشكل كبير من ماتش الماتش ومن هدف لهدف، لما قعدوا تقريبا مش عارف ماتش امبولي ولا قبلها بماتشين وقعدوا. من ساعتها الولد يعني ثقته في نفسه اهتزت تاني وما كانش زي الاول. فما فيش حاجه نتكلم عليها في التشكيل غير ان الصحافه واضح ان هي بتخدر الجماهير بشكل او باخر، زي التصريح الجديد اللي هنتكلم فيه. هنتكلم على أليجري والمؤتمر اللي كان قبله وشويه الكلام اللي بعد الفوز. فيعني هو بس فوز 3 نقاط لغايه ما نشوف الواحد بلا هدف وبلا اي حاجه. يعني الكلام الجديد بقى التصريحات بعد المباراه، كان في تصريح لروجاني بيتكلم على كيزو وبيتكلم على ان الهدف كان مهم ان احنا نخرج من حاله الشك ودايره الشك. والكارز برضو كان في تصريحات منه ان هو حاسس بثقه ال الجهاز الفني وثقه اللاعبين، وان هو القعده في اليوفنتوس يعني عجباه، ولكن لسه مش عارف المستقبل هيكون فيه. ونرجع لتصريحات أليجري من اول ان قبل الماتش كان في صحفي بيساله عن مستقبله، فبيقول له ان انت يعني كان الحد الادنى من الاهداف هو التاهل للتشامبيونز ليج. فقطعه بطريقه بايخه جدا، ويعني اتنقور عليه او اتريق عليه ان لازم تعرف تتكلم ايطالي كويس، او لازم نعرف نستخدم الايطالي من هنا ورايح كويس، ان ما فيش حاجه اسمها الهدف الادنى. وعمر ما في حد قال الهدف الادنى، بالرغم من ان كان ليه تصريح يمكن يعني في فيديو كنت حاطه على تويتر قبل وبعد. كان قبل ماتش اودينيزي في بدايه الدوري كان بيتكلم عن ان الهدف الادنى هو الشامبيونز ليج، التاهل. فهو بيناقض نفسه. وبصراحه ربنا المؤتمر الصحفي وطريقه ادارته في الحته دي ابتدت تشيلني شويه منه. ابتديت احس ان في شغل نصب بقى. يعني هو كده، هو واضح ان جون كان ملوش في الكوره، وواضح ان هو يعني بينصب. والنصبه الاخيره ان هو بيتكلم على ان الهدف دلوقتي المركز الثاني. يعني بقى الكلام حاليا ان تسويقيا على ان المركز الثاني اذا حدث هيكون اعجازي وانجازي، وانه حاجه ما حصلتش، وان الفريق بيتم تطوره. بصراحه انا شايف ان ده تسويق او تسويق، يعني ماركتنج او شغل ماركتنج او شغل تسويق رخيص لما يتم فعله هذا الموسم. احنا الموسم سيء للغايه بالرغم من الغياب عن الساحه الاوروبيه، ولكن الاداء
يعني من سيء لأسوأ، وهو نفس السنين اللي فاتت. مفيش اختلاف غير زي ما قلت الراحة اللي كنا بنستريحها بسبب الغياب الأوروبي، ولكن بمجرد عودة الكاس رجعنا تاني لنفس الشكل ونفس المضمون ونفس العشوائية ونفس كل حاجة. فتسويق المركز الثاني على ان هو نجاح باهر لمحاولة ان بس مجرد كسب الوقت وكسب تجديد عقد. يعني واضح ان كلام كتير عن تجديد العقد بيتكلم، هو بيقول انا مش همضي على حاجة، انا لسه عندي عقد 2025. فنبرة مختلفة وفيها نوع من انواع تحدي مع الادارة. للاسف جون تولي طالع في الناحية التانية بيقول ان هو راضي او الاداره راضيه واليجري راضي، فمالك مالك ومالنا انت قاضي. يعني من الاخر كده هو بيقول ان هم مكملين مع اليجري في الغالب. وهو كمان اليجري طالع بيقول ان هو مبسوط بالسنين اللي قضاها مع اليوفنتوس ومع الاداره والرئيس القديم، في تلميح على الرئيس الجديد. فالكلام كله مقرف لينا كجماهير يوفنتوس. اعتقد يعني لولا هدف روجاني كنا احنا بنتكلم في هبل. يعني الماتش كله سيء للغايه، مفيش اي اداء، مفيش اي شكل، مفيش اي هجوم، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. فالنتيجه هي اللي خدمته، وهي كالعاده هو قاعد الدنيا تخدمه من اول خصم النقاط. يعني مع كل احترامي، ايه الاختلاف بين الموسم ده في الفتره الحاليه عن موسم اللي فات لما حصل خصم النقاط العشرة وقال لك اصل الاسترس ومش الاسترس واللعيبه مضغوطه؟ انا بصراحه مش شايف اي اختلاف في الاداء ولا في يعني النتيجه. هو برضو بختك يا ابو بخيت، النهارده كسبنا 3-2. احنا تقريبا داخلين عندنا نابولي وعندنا باين اتلانتا وعندنا لاتسيو في الكاس وعندنا بلاوي داخلين عليها يا عالم وجنوة تقريبا. يعني احنا تقريبا الماتشات اللي فاتت هيلاس فيرونا وفروزينوني دول اللي هم الحاجات السفيفه. يعني احنا لسه داخلين على تقايل يا عالم هنعمل فيها ايه. فبأمانة ربنا أنا مش متفائل بهذا الموسم، وبأمانة ربنا مش مبسوط من أداء أليجري ومش مبسوط من كلام الإدارة. يعني يسكتوا يكون أحسن، يا إما أنا هتقبل الموضوع في إطار اللي هو خليك بمبدأ إن أنت بتعمل سبورت أو بتعمل دعم للمدير الفني او لأليجري لحد النهايه، بمبدا خليك ورا الكداب لحد باب الدار. لكن لو انتوا فعلا مقتنعين او الاداره فعلا مقتنعه بالكلام ده، يبقى احنا يعني بالسلامه شربات هنبقى ضعنا لسنين قدام كمان. لان لو في تجديد سنه او سنتين او حتى سنه، يعني انا بصراحه ربنا كل ده وقت مهدر. احنا بنتكلم ان لو كان من سنتين كان في كلام مع مدرب جديد كان زماننا حكمنا على شغله. لكن انت بقاله ثالث سنه ولسه كمان يعني في كلام على انه ممكن تبقى رابعه وخمسه كمان. فبصراحه ربنا كده هيكون الموضوع صعب جدا علينا كجماهير. ما اعرفش طبعا في ناس راضيه عنه، لها مطلق الحريه، مش بحجر على الجميع، ولكن انا بتكلم مع وجهه نظري الشخصيه. انا شايف ان هذا المدرب خد اكتر من ما يستحق بكتير، وخد فرص وخد صبر لم ياخذه اي مدرب في تاريخ اليوفنتوس. اعتقد ان الظروف هي اللي خدمته ما بين المشاكل اللي حصلت من ساري وبيرلو. استغل هو الوضع ده بشكل كبير، وفي نفس الوقت بعد كده المشاكل اللي حصلت من خصم النقاط فهي زي ما نقول بيضله في القفص، والموضوع هو استغله بشكل او باخر. لكن حاليا انا شايف انه خلاص. يعني لو عندك اي مشاكل، لعيبه، في لعيبه ما تستحقش الفرقه، في ناس ما تستحقش تلعب، كل ده على راسي وعلى عيني. ولكن هذا لا يمنع ان أليجري مشكله كبيره حاليا من مشاكل اليوفنتوس ويجب التخلص منه. لازم يحصل فورمات للنظام ده كله. انت بتغير في الاداره ولازم تغير في الاداره الفنيه كمان، يعني مش من غير رغي كتير، واتكلمنا في الموضوع ده كتير. ولكن حتى الان مش باين لها بينا، وواضح ان الامور لو هو تاهل الموضوع في الغالب هيكون مش بعيد تجديد كمان. فربنا يتولانا ويصبرنا. فعلا مش عارف هتحمل موسم ازاي الجديد مع أليجري بهذا الوضع. يعني خلص الواحد يعني انتهى يعني. بس فيعني كانت ده خلاصة الماتش بتاع فروزينوني مع يوفنتوس، او يوفنتوس وفروزينوني في الجولة 26. فوز اليوفنتوس وثلاث نقاط. طبعا هنبقى نرجع بقى للترتيب ونشوف النهارده الانتر هيعمل ايه والنابولي والميلان. هنشوف، هنعمل ملخص الجولة ان شاء الله بعد ما تخلص بكرة باذن الله. ولكن ده كانت الدردشة على الماتش وملخص الماتش. واللي ما شافش اللايف وعايز يرجع له هحط اللينك برضو يرجع لللايف. وابقوا ارجعوا في حلقتين عن أليجري كمان وكمان، وعن عايزين بمين بداله. يعني ارجعوا للبصوا على هحط لكم اللينكات. واللي اول مره يشوف القناه دي، مش بس قناه عن اليوفنتوس او عن الكوره، لا فيها كلام طبي بشكل مبسط وحاجات كتير بعيد عن الطب. انا حاطط الموضوع في قوائم، بصوا وارجعوا لكل قائمه. وان شاء الله باذن الله تكون قناه اهم حاجه بالنسبه لي تكون مفيده بالنسبه لكم وممتعه بالنسبه لكم. وطبعا برضو بكرر لو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. وقبل ما بمشي برضو بذكر نفسي بالدعاء لاهلنا في فلسطين
وكل المستضعفين في كل مكان، السودان، سوريا، يعني ربنا يعني يحفظ الجميع، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يدينا العمر والصحة، ونشوف بعض على خير الحلقة الجاية أو اللايف الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.